لو انت شخص ملتزم جدا الريفيد دي هيكون مناسب ليك. ده معناه انك بتزود الكالوريز بتاعتك من الكربوهيدرات في النظام الغذائي بتاعك تدريجيا، بدل ما نعمل يوم فري نلخبط الدنيا نخرب الدايت. زود الكربوهيدرات تدريجيا في النظام الغذائي بتاعنا، ده هيساعدك انك تحافظ على معدل الحرق بتاعك، كمان بيديك طاقه مستمره لو بتتمرن، بيقلل الاحساس بجوع الشبع ويخلي المزاج عندك مظبوط. سيب اكتر مع الناس اللي بتتمرن وبتحاول تقلل الدهون عندها، مع الناس الملتزمين اكتر، عشان لو مش ملتزمين مش هننزل في الوزن. يعني مثلا انا لو عامل دايت وماشي على نظام غذائي 1800 سعر، بزود من 100 ل 150 سعر حراري من الكربوهيدرات زي الشوفان، الرز، البطاطا. اما بقى لو انت شخص بتحب تكافئ نفسك، مش بتحب تمشي على نظام غذائي قاسي على طول، فالشيت ميل هيكون مناسب ليك، وده معناه انك بتكسر الدايت بتاعك بيوم فري، وجبه فري، يعني ممكن تكون مش محسوبه اصلا من الدايت، زي البيتزا او الحلويات او البرجر، بس في حدود وجبه واحده فقط، يعني مش هناكل طول اليوم. ده هيديك راحه نفسيه وهيزود هرمون الليبتين عندك اللي بينظم عمليه الجوع والشبع، وكمان بيحسن الحرق، بيعوضك ايضا عن الحرمان اللي انت حاسه. بس خلي بالك الحلو مش بيكمل، ممكن يفتح شويه عندك ويبوظ الدايت. لو الوجبه الفري مش محسوبه كويس ممكن تضيع مجهود الاسبوع كله. يعني زي ما هو ليه ميزه ليه عيب، ناخد بالنا كويس.